ها هي القوات المسلحة تتحدث ولو كان الحديث بملابس مدنية. رئيس أركان القوات المسلحة السابق اللواء أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية الذي يرتدي الزي المدني اليوم لشؤون سيناء. إذن المؤسسة العسكرية بملابس مدنية تسيطر على سيناء سياسياً قبل ما أن يكون عسكريا. هنا بقى كل الحاجات التانية هتصمت خالص. مدام الأسماء دي موجودة، هي موجودة، لكن تظهر لك في الساحة وتاخد الميكروفون وتخش وتعمل مداخلة، فهناك رسالة إن لم يفهمها المشاهد في القاهرة وأسوان والمنيا وبني سويف وجنة فالإسرائيلي يفهمها.